المتحدث الرسمي باسم نادي النصر. سيد مطالب، أهلا بك معنا. أريد أن أسأل أولا يعني هذه الاستقالة رقم كم في مسيرة القريني؟ والله ما أدري، أنا ما عديت، لكن أنا على تساؤلاتك اللي أنت قلتها. طيب يعني ابغى اسال اولا الاستقاله متى قدمت ومتى رفضت ولم تعلن؟ يعني احنا البارح قلنا انها مصادر خاصه ولكن لم تعلن من جهتكم، انت كمتحدث رسمي لم تكن شفافا مع جماهيرك، لم تعلنها. استقاله قدمت من قبل سلمان القريني ورفضت من رئيس النادي. طيب لماذا لم تعلنوا ذلك؟ اول واحد يسالني انت. كيف يعني؟ اول واحد يسالني انت. إن اسالك لماذا لم تعلنوا؟ اي اول واحد يسالني في القصه هذه انت يا رتاس. يعني ما حد يدري؟ لا، اول واحد يسالني. طب انا اسالك الحين ليش ما تعلنون انتم؟ ليش ما اعلنتوا انتم؟ يعني كانت كجهه متحدث رسمي ليش ما خرجتوا كنتم شفافين مع جماهير قلتوا ترى سلمان القريني البارح استقال واحنا اليوم رفضنا، وتكونوا واضحين معهم؟ ليش؟ شو المشكله بالنسبه لكم؟ لا ما في مشكله، انت الان قاعد تسالني وانا قاعد اجاوبك. طيب ما جاوبتني، انا قاعد اسال بس انت ما تجاوب. يعني انا مو كل شيء يصير في النادي نطلع نوضحها للناس وكذا وكذا، هذه امور داخليه، عندما تقبل الاستقاله ستعلن عن قبول الاستقاله. طيب ايش رايك في تبرير الامير فيصل بن تركي رئيس النادي بانه شرفيين مؤثرين هم الذين طلبوا ببقائه؟ لا انا اعتقد انه هذا اجتهاد منك يا بتال، لكن لحظه خليني اوضح شيء. هذا ايش؟ اجتهاد منك يا بتال. تفضل. ما قولته الامير هذا اجتهاد منك. تفضل. طيب عطنا الصح، اذا هذا اجتهاد عطنا الصح. انا ودي اوضح التالي. اول شيء ان اعضاء الشرف جميعهم مؤثرين. وجميعهم اعلنوا وقوفهم خلف الامير فيصل بن تركي. جميل. وانه المسؤول الاول عن شؤون اداره النصر. جميل. المرحله الحاليه. ووضعوا ثقتهم التامه في الامير فيصل بن تركي، وفيصل بن تركي وادارته يقدرون ما يقدمه الاستاذ سلمان القريني من عمل اداري بحت. ايوه. الفريق. جميل. قد يكون الاستاذ سلمان القريني له محبينه وله معارضين، ولكن في النهايه انا اعتقد المسؤول الاول في الفريق هو رئيس النادي. طيب ممكن اسالك سؤال اخر يعني خارج هذا الموضوع بما انه ما في اجابه واضحه؟ هذا ما وضحه جميع اعضاء الشرف. طيب ممكن اسال الامير طلال بن بدر اعلن رايه، ولكن الامير طلال بن بدر رجل مثقف وديمقراطي، واعلنها ان الامير فيصل بن تركي هو المعني في اداره الفريق. طيب سؤالي التالي، كيف عرفت انت باستقاله طارق بن سلمان القريني؟ من اللي قال لك؟ شلون؟ من نقل لك الخبر؟ من قال لك انه سلمان القريني استقال؟ والله انا اعرف الخبر وانت استفسرت مني ورديت عليك يا بتال. ممكن نعرف طيب من يعني مصادرك في الخبر؟ ما اعتقد انه انا طالع تحقق معي من قال لك ومتى قلت وليش ما قلت. انت سالتني سؤال وانا اجاوبك بكل احترافيه عليه. طيب وراك عصبت؟ انا ما قلت لك اني احقق معك، وراك عصبت. ما عصبت تقول لي متى عرفت وليش عرفت وكيف عرفت وهل عرفت؟ يعني انت سؤالك انت جبت لي خبر وانا رديت عليك بالخبر حقك. طب وراك معصب الله يهديك، احنا نبغى نسالك بس ابغاك تكون مرتاح علشان يعني تجاوبنا اجابات واضحه. قاعد انا اجاوبك وانا مرتاح وقاعد اضحك. طب من هم اعضاء الشرف المؤثرين اللي مقصودين في اجتهادنا؟ جميع اعضاء الشرف مؤثرين. طيب ايش رايك في الحديث اللي تناولت سلمان القريني من الامير طلال بن بدر؟ شلون؟ الحديث اللي عن وجهه نظره الخاصه، لكن لا يفرضها. الامير طلال بن بدر لا يفرض وجهه نظره الخاصه. لا تعبر عن وجهه نظر نصراويه؟ لا في اجتماع هيئه اعضاء الشرف وجميع اعضاء الشرف مجمعين ان الامير فيصل بن تركي هو رئيس نادي النصر وهو اعرف مصلحه فريقه. يعني يبدون رايهم، لا شك مسموع رايهم عند الامير فيصل بن تركي، ولكن لا يملون عليه ماذا يعمل. طيب وهذا انا اعتقد جيدا كل رئيس نادي. جميل. طيب بسألك سؤال الاخير، اتمنى بعد انه ما يزعلك. لا بس يعني فيما يخص الاخبار التي تريدون ان تعلنوها لجماهير النصر،
شنو الاخبار اللي تعلنونها واللي ما تعلنونها؟ انت تقول لي قبل شوي في اشياء ليس كل ما يعرف يقال، لما قلت لك ليش ما اعلنتوا استقاله سلمان قرني. طب ممكن نعرف وش الاخبار اللي ممكن تقولونها واللي ما ممكن تقولونها؟ وش نوعيتها يعني؟ شلون؟ اذا اسال انا عن اي شيء انا اجاوب، لكن لا انقل كل شيء يدور في جنبات النادي. ممكن توضح اكثر؟ يا اخوي بتال، انت سالتني سؤال وقلت لك انا اطلع معك، صح ولا لا؟ وطلعت معك وجاوبتك. اي غيرك يسالني انا اجاوبه، لكن انا لا اتطوع بالحديث عن الاخبار الداخليه في النادي الا ما يهم الا في المحصله النهائيه فقط. طيب شكرا جزيلا. طارق بن طالب المتحدث الرسمي باسم نادي